كل شويه هواء راحوا اكدوا اللي حامل الحديد. المهم قفلوا على عبد الله من يوم 29. هم كانوا عارفين ما كانش بيطلع نهائي ما كانش بيطلع. المهم هو مزيد من العقاب هذا الفتحه ولحد من يوم 29 وهو عبد الله من يوم 22 هو الخميس لحد يوم 29 وعبد الله بتمارس عليه يعني اقصى سلوك الضغط حتى ان عبد الله رجع دم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله في الظالمين. حسبنا الله في الظالمين. يا عبد الله يا بطل. يا عبد الله يا بطل. سجنك بيحرر وطن. سجنك بيحرر وطن. يا عبد الله يا وطن. يا عبد الله يا بطل. سجنك بيحرر وطن. سجنك بيحرر وطن. المهم لما عبد الله رجع دمه وبعد كده رجع المشي الابيض دهون الممرض دخلوه لعبد الله الممرض عايزه انت كليتك بدات تستغيث انت لازم تشرب الميه. فعبد الله شرب الميه يوم الاحد بالليل او يوم الاحد العصر. المهم عبد الله يوم الاحد المغرب وهو بيقول اذكار المساء وهو بيحاول على رايه ان انا اتعلق بالشباك لعل ان انا بيقول لي بس ان حتى كل نسمه هواء. انا عايزه كل واحد يتخيل نفسه محطوط في زنزانه مترين مقفول عليه ال 24 ساعه عشان نعرف ان شاء الله النصر القادم. انا لما شفت عبد الله النهارده وشفت ابتسامته نفسه فارغ ابتسامته. شفت عبد الله النهارده وهو يعني روحانياته ومعنوياته لعنان السماء. المهم عبد الله وقع وهو واقف ما زال اثر الوقعه موجود في راسه من ورا. عبد الله عينيه حمار غير عادي وحوالين عينيه اسود فقط بالظبط تقريبا. عبد الله كان اكثر من 115 كيلو تقريبا. عبد الله يعني ما يخرج من نص وزنه فقط. المهم لما منع عبد الله ان هو يرجع لصلاه الجمعه الاخيره واللي قبلها كانوا باول مره طلعوه صلى صلاه الجمعه من يومين بس بعد ما بدا عبد الله حد في ما يسمى نقابه الصحفيين. اولا انا يعني شكرت كل الاحرار في الاول ولازم اشكر الدكتوره ليلى سويف والدكتوره عايده سيف الدوله. يعني هم مضربين عن الطعام. هم مركز النديم لحقوق الانسان عملوا في الايام الاخيره 3 فعاليات لانقاذ حياه عبد الله الشامي ومحمد سلطان. المهم التاثير ده بدا يوصل للمسؤولين في البلد فراحوا سمحوا لعبد الله ان هو يطلع نص ساعه في اليوم ومع ضابط شرطه ممنوع يقابل اي حد. المهم النهارده لما كانت موجوده لما كان موجود رئيس قصر الحقائق بيقولوا ان انت بتتريض وانت كذا كذا. قال لهم زي ما بتصوروني عايزكم تسجلوا فيديو ان انا بقول انا بتريض مع ضابط داخليه. انا مش عايزه اشوف ضابط الداخليه. ضابط الداخليه خصمي ازاي تخلوني معاه. رد ما اعرفش كان بيقولوا له هو تقريبا هو مدير سجن العتبه. قال له عبد الله بن نصر انت بتقول لي ان انا خطر على الامن القومي وان انا موجود هنا على خطر على الامن القومي. انا عايز تقدم لي انا بكره عندي تكليف حبس قدم لي تهمه بدليل. انا كل شغلي كان سواء من التحرير في 2 و3 يونيو او بعد كده لحد يوم المذبحه كل شغلي كل كلمه قلتها كانت موثقه بالصوره من قلب الحدث وخاصه الاحداث الثلاثه سواء المنصه او الحرس او يوم مذبحه رابعه. المهم عبد الله قال لهم كلمه قال لهم انا خطر على الامن القومي وانا جنبي نفس العنبر جهاديين يعني داخلين فعلا ارتكبوا جرائم قتل وقال لهم الليل والنهار بيشتموكم وبيهددوكم بالقتل ومع كده بتطلعوهم يتريضوا وعاطين لهم كل حقوقهم. من حقهم انهم ياخدوا حقوقهم. انا عايزه اتساوى بالناس اللي الناس اللي معترفه ان هي قتلت. يعني قال ان الناس دول جايين بيقولوا لهم احنا قتلنا وهنقتلكم انتوا كمان ومع كده بياخدوا حقوقهم من عبد الله اكثر من عبد الله. المهم في النهايه انا عايزه اقول النظام اللي هو متخيل ان هو مسك البلد خلاص. بقول له صمود عبد الله الشامي النهارده بعد 135 يوم في عز حراره الجو النهارده كلكم شفتوا النهارده كان يوم من ايام جهنم بمناسبه
يوم الزنا اللي حصل امس. المهم عبد الله قال كلمه واحده، قال انا صاحب قضيه هي فريق الصحافه والصحفيين اللي وراها يجي اوطان حره. انا مش هكسر اضراري والاخ الاحمر مش هكسر اضراري، وانا قال لهم كده بالظبط انا هخرج وانتوا اللي هتدخلوا مكاني. المهم في النهايه لو تستمروا مش عشان عبد الله بس، الناس كلها بتكون النهارده يوم واحد بس من الايام القاسيه شده الحراره، كلهم املهم استمرار الحياه في الشارع. انا مره ثانيه بشكر وبحيي كل من يساند قضيه الوطن، قضيه الحريه، قضيه الاحرار، وبقول المره الثالثه ان باذن يحطم الارض من تحت ارجل الاحرار على امتداد الوطن مصر وعلى امتداد الكره العربيه. كل من يساند قضيه الحريه والاحرار